العالم مليء بالظواهر الغريبة واللي ما لها أي تفسير، وواحدة من الظواهر الغريبة هي ظاهرة دمية اسمها آنابيل. الدمية آنابيل اللي مسكونة بالجن والأرواح الشريرة انعمل عنها مجموعة من الأفلام، وهذه الأفلام كانت مقتبسة من قصة حقيقية فعلا حصلت في عالمنا الواقعي. وهذه الأفلام ما تكلمت بالضبط عن كل شيء صار في الحياة الواقعية مع الدمية آنابيل. فأنا في فيديو اليوم راح أحكي لكم من هي الدمية آنابيل والأحداث الغريبة والمرعبة اللي صارت مع هذه الدمية. قصة آنابيل تبدأ في سنة 1970 لما في امرأة كبيرة في السن دخلت محل الألعاب، وكانت تدور على لعبة عشان تعطيها لبنتها دونا بمناسبة عيد ميلادها. وعلى فكرة بنتها وقتها كان عمرها 28 سنة، فأنا مش فاهمة ليش تجيب لها عروسة، بس على العموم هذا اللي صار. دونا كانت طالبة جامعية وتدرس تمريض، وكانت عايشة بعيد عن أمها، كانت عايشة في السكن الجامعي مع صديقتها آنجي. دونا في يوم من الأيام وصلتها الهدية من أمها، وفي أول ليلة ليها مع الدمية حطتها جنب سريرها ونامت، ونست موضوع الدمية تماماً. ولكن مع مرور الأيام دونا وآنجي بدأوا يلاحظون أشياء غريبة في الدمية. البنات لاحظوا إنه كل شوية لما يحطونها في مكان معين يرجعون ويلاقونها في مكان تاني، وكأنه الدمية تتحرك لحالها. وفي مرات تانية الدمية كانت تتحرك بين الغرف، يعني البنت تحطها في الصالة وفجأة تلاقيها في غرفة النوم. دونا عشان تفسر تحركات الدمية بدأت تلوم صديقتها في السكن آنجي، واتهمت آنجي بأنه هي اللي كانت تحرك الدمية. ولكن آنجي أنكرت هذا الشيء تماماً. البنات ما كانوا الوحيدين اللي لاحظوا أشياء غريبة في الدمية. في شخص اسمه لو وهو خطيب آنجي. لو ما كان أبداً يحب يطلع لسكن البنات بسبب الدمية هذه، ودائماً كان يحس بشعور غريب لما يشوفها، وحتى طلب من دونا إنها ترمي الدمية، ولكن دونا رفضت لأنه الدمية هدية من أمها. مع مرور الأيام الوضع ازداد سوءاً. في مرة من المرات البنات دخلوا غرفتهم ولقوا الدمية جنبها أوراق صغيرة ومكتوب فيها كلام بخط سيء جداً وكأنه خط أطفال، وكان مكتوب بالألوان الشمعية كمان. اللي خوفهم بزيادة إنه نوعية هذا الورق كان ورق الزبدة، وهو نوعية الورق اللي يستخدمونه للكيك وهذه الأشياء. البنات ما كان عندهم هذا النوع من الورق في السكن، فمن وين الدمية آنابيل جابتها؟ وكان مكتوب في الأوراق عبارة help us ومعناها ساعدنا، وكان مكتوب help لو ومعناها ساعد لو. على العموم الوضع مع الأيام ازداد سوءاً، لدرجة إنه في يوم من الأيام دونا رجعت البيت وشافت بقع من الدم على ملابس آنابيل. المصيبة إنه بقع الدم هذه ما كانت بس على الملابس، ولكن الدم موجود داخل الدمية، يعني كأنه الدمية قاعدة تنزف. هنا البنات استعانوا بوسيط روحي. الوسيط الروحي قال للبنات إنه داخل الشقة اللي هم عايشين فيها في روح لبنت ميتة عمرها 7 سنوات واسمها آنابيل، ويقال إنه البنت الصغيرة هذه ماتت في نفس المكان اللي حالياً موجودة فيه شقة البنات، وروح البنت الصغيرة الحين سكنت الدمية. وكمان قالوا إنه آنابيل البنت الصغيرة حاسة بالوحدة، ودونا وآنجي هم الوحيدين اللي خففوا من وحدتها، فعشان كده هي حابة تقرب منهم وتصير صديقتهم. طبعاً أي أحد في مكان البنات أكيد على طول راح يرمي الدمية، ولكن البنات وافقوا على طلب الدمية ووافقوا إنهم يصيرون أصدقاء لآنابيل. ولكن دونا وآنجي ما كانوا يعرفون إنه هذه كانت غلطة كبيرة جداً، لأنه اللي موجود داخل الدمية ما كان روح البنت الصغيرة، ولكن كان شيء تاني. مع إنه البنات وافقوا على صداقة آنابيل، إلى إنه الدمية لسه كانت على وضعها المريب، حتى إنه في يوم من الأيام لو كان نايم في بيت آنجي ودونا، وفجأة حس بشيء غريب يلف حوالين رقبته. في نفس هذه اللحظة بدأ يحس بالاختناق. بعد شوي لو قام من النوم واكتشف إنه اللي صار كان مجرد كابوس، ولكن لما فتح عينه لقى الدمية آنابيل قاعدة في كرسي قدامه وعينها عليه. هنا لو اتأكد 100% إنه الدمية آنابيل كانت تحاول تقتله، خصوصاً إنه لما قام من النوم كمان شاف آثار لحروق على ملابسه. ولما لو حكى للبنات عن اللي صار معاه، البنات اتصلوا بأحد أشهر الوسطاء الروحانيين وهم إد ولورين، وهم متخصصين في علم الأرواح والأشباح. إد ولورين لما شافوا الدمية قالوا للبنات إنه آنابيل فعلاً مسكونة، ولكنها ما كانت مسكونة بروح طفلة. الدمية مسكونة بشيطان اسمه مالثوس، وهذا الشيطان هدفه أن يكسب ثقة البنات عشان في الأخير يقدر يسكن في جسد واحدة منهم.
طبعا البنات لما سمعوا هذا الكلام خافوا على طول وقرروا إنهم أخيرا راح يتخلصون من الدمية. طبعا دمية زي كده فيها كيان شيطاني ما ينفع يرمونها ويخلونها في مكان، لازم يمارسون طقوس معينة عشان هذا الشيطان ما يطلع من الدمية. وبالفعل إد ولورين أخذوا الدمية معاهم، ولكن أول ما أخذوا الدمية وحطوها في السيارة صار في عطل مفاجئ في السيارة وسووا حادث. هذا غير الأحداث الغريبة اللي صارت معاهم وهم في الطريق. على العموم في النهاية إد ولورين قدروا يسيطرون على الدمية وحطوا آنابيل في المتحف، وهو متحف اسمه متحف لورين وارن للغيبيات. هذا المتحف هو المكان اللي إد ولورين يجمعون فيه كل الأشياء الخارقة للطبيعة اللي قابلوها في حياتهم. هذا المتحف مفتوح لعامة الناس وممكن أي شخص يروح هناك. وإلى يومنا هذا آنابيل لسه موجودة داخل المتحف وموجودة في صندوق زجاجي، وطبعا ممنوع أي شخص يفتح هذا الصندوق. وإلى هذا اليوم زوار المتحف يقولون إن الدمية لسه تطلع صوت من داخل الصندوق الزجاجي، ومع إنه الدمية محبوسة داخل الصندوق إلا إنها لسه محتفظة بقوتها. ومن أشهر الحوادث هذه هي حادثة لزوج وزوجة راحوا للمتحف. الزوج تقريباً ما كان يؤمن بالجن والشياطين، وكان يستهبل على الدمية ويسوي حركات غبية قدامها. الغريب في الموضوع إنه بعد ما الزوج والزوجة طلعوا من المتحف وهم في الطريق دخلوا في حادث كبير جداً. الحادث هذا أدى لوفاة الزوج بإصابات قوية جداً، بينما الزوجة أصيبت بإصابات خفيفة وطلعت من المستشفى في نفس اليوم. وفي عدد كبير من الناس اللي قالوا إنهم واجهوا مواقف مشابهة مع الدمية آنابيل، ولكن الظواهر الغريبة حوالين هذه الدمية ما وقفت هنا. في سنة 2020 انتشرت إشاعة بأن الدمية آنابيل هربت من المتحف. الخبر هذا انتشر عن طريق القنوات الأخبارية في البداية، وبعدين الناس على السوشيال ميديا كمان بدأت تتكلم عن الموضوع. ولكن بعد فترة تبين لنا أن الدمية ما اختفت من المتحف ولا أي شيء. الموضوع ما فيه إنه مالك المتحف نقل الدمية من مكانها الأصلي في المتحف لمكان تاني بسبب مشاكل قانونية. لما الناس بدأت تزور المتحف وتشوف إنه آنابيل مو موجودة، على طول طلعوا إشاعة إنه آنابيل هربت. وبس يا جماعة الخير، هذا كان فيديو اليوم، وهذه كانت قصة الدمية آنابيل بالكامل. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تضغطون على زر اللايك، وإذا تحبون هالنوع من المحتوى ممكن تشتركون في القناة. شكرا على المتابعة والدعم، وأشوفكم في الفيديو القادم.